لو انت فاكر ان السجن المؤبد معناه ان الشخص هيتسجن لمدة 25 سنة، فاحب اقولك ان اعتقادك غير صحيح بالمرة. يعني لو سمعت حد اتحكم عليه بالمؤبد، مش معناها ان هو هيتسجن لمدة 25 سنة. ده طبعا وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1976، اللي تضمنت مواده او اللي اتقال فيه ان السجن المؤبد معناه ان الشخص ده هيتحبس في السجن او هيفضل في السجن مدى حياته لحد ما يموت. ولكن المشرع استثنى بعض الاستثناءات لبعض المساجين حسني السلوك او اللي سلوكهم كويس اثناء ما هم في فترة الحبس او السجن بتاعتهم. فلو هو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير المؤبد، ففي الحالة دي ممكن يخرج في 3/4 المدة. طيب لو الشخص ده محبوس في قضية أو مسجون في قضية اتحكم عليه فيها بالسجن المؤبد، فطبيعي إن هو يطبق عليه النص بتاع القانون رقم 15 اللي أنا اتكلمت عليه من شوية. ولكن المشرع استثنى، المشرع اللي هو حط القانون يعني استثنى الناس اللي هم بيبقوا حسني السلوك ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد، ان هم يتحبسوا لمدة 20 سنة كحد ادنى، علشان هم يقدروا يطلعوا بعد كده من السجن. لو عجبتكم المعلومة يا ريت تعملوا فولو لايك، واستنوني في معلومة قانونية جديدة ان شاء الله.